مجرد نهر بيروي أرض مصر. النيل مؤرخ بارع بيروي قصة الحضارة اللي اتبنت على ضفافه. والصحراء مش مجرد أرض بور ما فيهاش غير الرمال الصفرة والشمس الحارقة. الصحراء بتخفي تاريخ عريق وعندها قصص نادرة مفيش حد هيحكيها لك غيرها. والنهاردة إحنا على ميعاد مع واحدة من القصص اللي بيشترك النيل والصحراء في حكايتها. النهاردة هنطير لأسوان، وتحديداً إلى جنوب إدفو ب30 كيلو. هناك على الضفة الشرقية للنيل هنلاقي مدينة الكاب الأثرية، المدينة اللي كانت عاصمة الوجه القبلي قبل توحيد مصر، واللي بعد توحيد القطرين بقت عاصمة الإقليم الثالث لمدة بتزيد عن 3000 سنة. هناك هنقابل الخبير السياحي علاء صالح اللي هياخدنا في جولة داخل آثار مدينة الكاب. ودي هنا البوابة الشرقية لمدينة نخب اللي بتمتد أسوارها من بحوالي 1500 متر طول في 1700 متر عرض، يعني حوالي 2.5 مليون متر مربع. المدينة أسوارها يعتقد أنها أنشئت من الدولة الوسطى أيام التحصينات والقلاع اللي عملها سنوسرت الثالث، وفي آثار برضو من فترة الدولة الوسطى. بس المدينة ازدهرت بشكل كبير على المستوى التجاري والزراعي. الإقليم نفسه ازدهر في عصر الدولة الحديثة، لأن في آثار هنا، في معبد لرمسيس الثاني أو نائب الملك سيتاو، نائب رمسيس الثاني في كوش، بني معبد هنا هو للملك رمسيس الثاني. فهنا كان تواجد البنائين والعمال اللي اشتغلوا لإقامة الأضرحة لحكام الإقليم نفسه. والبيوت تقريبا هنروح نبص دلوقتي على البقايا اللي موجودة من الحياة الاجتماعية والحياة الدينية اللي ازدهرت هنا في المدينة دي بالتحديد في فترة الدولة الحديثة، الأسرة ال18 وال19. وفي برضو أضافوا البطالمة جزء من المعابد وكرسوها للإله خنوم في المنطقة. فهنخش مع بعض المدينة ونبص على البقايا الأثرية اللي موجودة أو اللي فضلت حوالين السور اللي بيحصن المدينة من الأربع اتجاهات بارتفاعاته اللي احنا شايفينها، وفاضلة وصامدة لغاية دلوقتي رغم ان البناء من الطوب اللبن. لكن هنبص البقايا الأثرية اللي موجودة لمدينة نخن أو مدينة نخب الرخمة أو النسر اللي قدست وعبدت هنا في طول أيام مصر الفرعونية. وهنا دي زي ما احنا شايفين قدامنا القواعد او الاساسات بتاعت المباني القديمه اللي كانت موجوده في مدينه نخن. البيوت دي مقارنه بالسور الخارجي اللي موجود حوالين منها بتشغل حيز، يعني ده اللي موجود، ده اللي فضل على مر العصور من آثار اجتماعية في الفترة على مر التاريخ أو فترات متباعدة. والتحصينات الخارجية اللي هي السور اللي بيحيط ده ممكن يكون كان بتحتمي بيه القوافل اللي بتيجي تمر، وهنا بتلاقي الخدمات بتاعتها من تخزين للغلال، من
تجميع للحاصلات الزراعية، وبنشوف جزء من الحياة الاجتماعية اللي كانت موجودة في مدينة نخن أو نخب على مر العصور. أكتر فترة ازدهرت فيها لما الحضارة المصرية وصلت النوبة، وكانوا بيستقر فيها، وكان بياخدوا واخدينها مقر ليهم حكام نواب الملك في كوش. هنشوف مدى التراكم الثروة أو الغنى اللي وصلوا له حكام الإقليم في الفترة دي، وده منعكس وباين في الفن اللي موجود في المقابر اللي هنشوفها بتاعت حكام الأقاليم. وفي برضو بقايا من الفترة البطلمية، بقايا المعبد برضو ممكن نبص عليه هنا، نشوف اللي فضل من المعبد المصري اللي كرس لعبادة حورس. أكبر دليل على أن المكان هنا هو مرت بيه فترات تاريخية مختلفة وعصور مختلفة، زي ما احنا شايفين هنا في المعبد البطلمي استخدمت أحجار من معبد أقدم بينتمي لفترة الدولة الحديثة، واستخدموا إعادة استخدام الحجر دي بيدلل لنا أن المكان هنا هو تعاقبت، يعني فوق آثار الدولة الوسطى قامت معابد الدولة الحديثة، وفوق معابد الدولة الحديثة استخدموا أحجار المعابد اللي أنشئت في الدولة الحديثة في الفترة البطلمية، وبتنتهي أهمية المكان تقريبا بعد الرومان. هي دي كانت آخر مرحلة استخدم فيها المعبد اللي تقريبا بيؤرخ للقرن الثاني قبل الميلاد في فترة البطالمة. هنشوف البقايا اللي فاضلة من المعبد هنا. في عندنا الأعمدة اللي كانت في المعابد بتاعت فترات سابقة، استخدمت كمداميك لتأسيس المعبد اللي هو بيرجع للفترة البطلمية. يعني حصل عمل زي ريسايكلينج للأحجار، إعادة استخدام للأحجار اللي كانت مستخدمة في معابد بترجع لفترات أقدم، استخدموها في بناء الجزء ده المعبد البطلمي اللي موجود في نخب، لأهميتها الدينية، لأن هي كانت مركز عبادة نخب أو الإلهة نخبت، الإلهة النسر أو الرخمة. وهنا كانت عاصمة مملكة الجنوب قبل اتحاد الشمال مع الجنوب. وللأهمية الدينية والأهمية الاقتصادية كمان اللي كان بيتميز بيها الإقليم نفسه، لأن هم زمان في الدولة القديمة أو ما قبل التوحيد أو قبل ما التوحيد ياخد الشكل بتاع المركزي، هنا هو كانت العاصمة عاصمة دينية. كانوا بيدفنوا في أبيدوس، أوائل الملوك الموحدين زي مينا كانوا بيدفنوا، بيعملوا دفنات رمزية في أبيدوس في عند الأوزاريون. وهنا كان بيتم التتويج بتاع الفرعون في المدينة هنا هو، اللي هو التتويج بتاج الشمال وتاج الجنوب. العملية طقس التتويج ده نفسه كان بيتم هنا، فده اللي ادى الأهمية الوطنية لمدينة نخن أو مدينة نخب، لأنها من هنا قبل منفس كانت هي العاصمة الوطنية لمصر الموحدة، مصر العليا ومصر السفلى. فده اللي اداها أهميتها على مدار التاريخ مما قبل الأسرات، لما كانت بتحكم الصعيد كله كان مقر الحكم بتاعه هنا في نخن أو نخب. ومن دلوقتي احجز لخيالك مكان عشان النيل لسه بيروي.